باش أنك تطفر كفر تحت من الأرض اللي محمية مزيان، خاص تكون صغير في العمر ومسلح مزيان بالتكنولوجيا. ولكن ماشي هادشي عندنا في هاد القصة ديال اليوم. القصة ديال اليوم دار واحد المجموعة من الشراف اللي الصغير فيهم عنده 60 عام، لدرجة أن تقريبا كلهم كيستعملوا أدوية ديال السكر، الطنسيون، المفاصل. ولكن مع ذلك قرروا واش أنهم يديروا هاد الضربة الأخرى، الضربة اللي غتخلي سميتهم محفورة في التاريخ البريطاني. السلام عليكم، معكم عبد الخالق، واليوم غنعاود لكم على قصة عصابة الشراف. العصابة اللي قدرت أنها دي 20 مليون باوند وتحفر سميتها في التاريخ البريطاني. لندن، المدينة اللي ما كتنعش، اللي عامرة كاميرات في كل زنقة، كل درب، وفي كل شارع كتلقى كاميرا عين إلكترونية كتشوفك. ولكن في واحد الويكاند في ابريل 2015، وبالضبط في عطلة الايستر اللي هي واحد العيد كاين عند هاد الناس، لندن غمضات عينيها شوية. الشركات والبوليس كل واحد مشى يعيد مع ولادو، والشوارع كلها كانت كتصفر. في وسط هاد الهدوء كامل، في حي هاتون غاردن. هاد الحي معروف تاريخيا بأنه حي الألماس، اللي فيه مجموعة من الشركات والمحلات اللي مختصين غير بالألماس والمجوهرات الغالية. غادي يطرا سيناريو اللي ما كيطيحش على البال. أجي نقربكم من العصابة باش تعرفوا بأن هاد العصابة ماشي عصابة ديال الدراري الصغار، وإنما الأولد سكول ديال البراكاج. الراس الكبير ديال العصابة برايان ريدر، 76 عام تبارك الله، دوز حياته كاملة سرقات والحبس. كان معروف في الثمانينات وشارك في واحد السرقة اللي من بين أعظم السرقات اللي سميتها برينكس مات، نقدر نديرو عليها فيديو إن شاء الله في المستقبل. كيري بيركينز، 67 عام، اللي هو اليد اليمنى ديال رئيس العصابة، مريض بالسكر وكيدير الانسولين، دوز 22 عام في الحبس بسبب واحد السرقة اللي كانت من بين أعظم السرقات وكانت مسلحة. هذا الرجل اللي ما كيضحكش وديما كيموتيفي فرقة باش كيتعرضوا للفشل. داني جونز، 60 عام، مبلي بلاصة أورونتريما، وهاد لاصة أورونتريما غادي يعاونو مزيان في هاد القصة هادي. كيني كولينز، 75 عام، هذا جابو غير باش يحظوا بيه الشوارع ديال المنطقة اللي غادي يسرقوا، واخا عيني كانوا على قد الحال ولكن قضاو بيه الغرض. باسيل، واللي سموه الشبح، هذا ما كانش من العصابة القديمة، وإنما كان مكلف بالسوات والأكواد. داكشي علاش عولوا عليه في هاد القصة هادي. قبل سيمانات كانوا كيتجمعوا في واحد البار حاشاكم اللي سميتو ذا كاستل في شمال لندن. تخيلوا معايا المنظر ديال 4 الشراف جالسين وقدامهم كيسان ديال البيرة حاشاكم. اللي شافهم من بعيد كيقول بأنهم مجموعين فقط وكيعاودوا الذكريات ديال أيام الشباب، ولكن الحوار كان أعظم. برايان كان كيشرح لهم الخطة، كيقول لهم بأن هاد الفرصة ما غاديش تعاود. عندهم 4 أيام في داك العيد اللي كانت الخميس والجمعة والسبت والحد. البوليس غادي يكون ناعس، غادي ندخلوا نهار الخميس ونخرجوا نهار الحد. في هذه المدة عندنا الوقت الكافي باش أننا نحفروا الحيط. تيري غادي يسول على الماتيريال، جاوبو داني وقال ليه بأنني شريت واحد الماكينة هيلتي دي 350 واللي يقدروا يستعملوها أثناء الحفير. كيني غادي يسول على الكاميرات، ويضحك برايان ويقول لي بأن باسل غيتكلف بكل ما هو تكنولوجيا. ما استعملوش التليفونات وما صيفطوش لا ميساجات اس ام اس ولا واتساب، كانوا كيتلاقاو كيهضروا كيتفرقوا. هادشي اللي كاين، وهادشي اللي عاونهم ايضا انهم يبقاو مستورين ويستعدوا مزيان للخطه. الليله ديال الخميس 2 ابريل مع 9 ديال الليل، الشارع ديال هاتون غاردن كان خاوي. المحلات كانوا كاملهم مسدودين بالحديد الصحيح، لانهم كل محل كيتوفر على الملايين ديال الدولارات. في هذا السيكتور وصل واحد الفان، هبطوا من الناس لابسين جيليات ديالهم والطرابش، كانوا كيبانوا بحال شي عمال جايين على قبل الصيانه او شي حاجه بحال هكا. كما قلت لكم الطرابش ديالهم، الجيليات والماتيريال في يديهم. حتى شي واحد ما يمكن ليه انه يشك في ناس قد هذا العمر هذا. باسيل غادي يسبقهم للباب، جبد الساروت، الجدورات، كليك، هو يتحل الباب. داني هز على كتافو الهيلتي دي 350، واخا كان ثقيل عليه ولكن كان صابر. الزعيم بغيان كان هو آخر واحد كيدخل،
يسد الباب موراه، وهنا كيبقاو بوحدهم قدام الملاير. العصابة دخلات، ولكن الطريق كان مازال طويل شوية. الكوفر أو الخزنة كان في الطابق التحتاني من العمارة. كان قدامهم لاسانسور، ولكن ميمكنش ليهم يستعملوه. علاش؟ حيت كاينة كاميرا كتحظي الباب ديال لاسانسور، زائد كاينة واحد التقنية في لاسانسور ديال الوزن. إلا كان الوزن اللي راكبين في لاسانسور كثر من الوزن ديال الحارس المعتاد، فإنما لاسانسور كيطلق إنذار مباشرة. الخطة كانت كتقول أنهم خصهم يهبطوا من البلاصة منين كيطلعوا كيهبط الأسانسور. هاد البلاصة اللي العمق ديالها 6 متر. تخيل معايا أن 4 ديال الشراف في هاد العمر كلهم غادي خصهم يهبطوا بهاد الطريقة هادي في العمق ديال 6 متر باش أنهم يوصلوا مباشرة للحيط ديال الكفر. داني اللي هو أصغر واحد فيهم هبط هو الأول وبقى غادي بشوية بشوية، وهنا تبعاتو المجموعة واحد مرة واحد. بقاو غاديين وبزز باش يكملوا هاد 6 متر. وصلوا لتحت ولقاو الإنذار، واحد البواطة اللي كانت عامرة بالخيوط، وهنا غادي يعيطوا على باسيل باش انه يفك لهم هذا المشكل. كانوا كيتسناو منه شي طريقة في شكاية ولا ما عرفت كيتسناو. جا هو قطع الخيط بكل بساطة. طريقة الأولد سكول كتبقى ديما خدامة. الشراف ديالنا أخيرا غادي يوصلوا للحيط اللي قدام الخزنة. هاد الحيط اللي كان تقريبا فيه 50 سنتيمتر، اللي كان عامر حديد باش أن حتى شي واحد ما يقدر أنه يتقلبو. جبدوا الماكينة ديالهم اللي كانت فيها تقريبا 35 كيلو. هذه الماكينة اللي كتعتبر ثقيلة على شي واحد في العمر ديال 75 عام. أنا وباسيل تعدوا باش أنهم يركبوا هذه الماكينة، وحسب الشركة اللي صنعت هذه الآلة كتقول لهم بأنهم خصهم تقريبا 4 سوايع باش يديروا 3 ديال التقابي ويقدروا أنهم يدوزوا. شعلوا الماكينة اللي كان الصوت ديالها مجهد، والماء اللي كان كيدوز للماكينة باش أنه يبردها بدا كيطرش عليهم تما، والقضية تلونات كاملها بسبب الماء والغبرة. داني اللي كان ضيف راسو هو الواعر بدا كيعيا، وكل 10 دقائق كان كيوقف باش أنه يشرب ويكمل العملية. بريان بدا كيطلع ليه الدم ملي شاف أن العملية غادية ثقيلة بزاف. وصلت تقريبا 2 أو 3 ديال الصباح وهما يلاه قدروا أنهم يديروا الحفرة الأولى وبزز. من بعد 5 سوايع ديال التمارة وأخيرا قدروا أنهم يديروا 3 ديال التقابي في داك الحيط. وهنا بدا الحماس والفرحة. داني وباسيل بداو كيهرسوا داكشي اللي بقى، وأخيرا قدروا أنهم يديروا حفرة اللي يقدر يدوز منها الرقيق فيهم. داني طل بعينيه باش أنه يشوف الذهب اللي جاو على قبله، ولكن فاش طل لقى حيط آخر. هنا غادي يتصدم فاش يلقى واحد الحيط اللي ما يقدروش أنهم يتقبوه بالآلة اللي جابو معاهم. وهاد التمارة كاملة اللي ضربوها هاد المدة كلها ضربات ليهم تخاوي. بدات كتشرق الشمس. الزعيم ديالنا برايان ملي شاف هاد المشكل اللي طاحوا فيه زائد الديبرسيون اللي كاين على وجه ديال العصابة قرر أنه يمشي. بقاو مع العصابة كيقنعوا فيه باش أنه يبقى معاهم ويلقاو شي حل باش يكملوا هاد العملية، ولكن هو صافي قرر أنه يمشي في حاله. ولكن قال لهم بأنه صافي أنا كبرت على هادشي، خليوني أمشي في حالي. ناض لبس حوايجو ضرب الكشكول ديالو وهو يخرج. مشى للطوبيس، خلص بلاكارت ديال الشراف لي فابور ومشى لدارو. المايسترو غادي يفرط في العصابة. تيري، داني، باسيل، كيني كلهم بقاو كيشوفوا في ديك البلاصة، كيشوفوا في الثقبة اللي داروا وكيشوفوا الحيط اللي قدامهم اللي ما عندهم حتى شي حل باقي. ما عرفوا واش انهم يمشيو او لا يبقاو ويلقاو شي حل. وملي صافي شافوا بان القضيه صعيبه عليهم قرروا يستسلموا. جمعوا الماتيريال ديالهم ومشاو في الصباح ديال الجمعة. ملي حطوا ريوسهم على المخد وحاولوا انهم يعسوا كانت شي حاجه كتقول لهم مازال. نهار الجمعة داز ثقيل وممل. برايان صافي رجع للحياة ديالو، كيشرب الأدوية ديالو وكان صافي رجع للحياة المعتادة. ولكن بالنسبة لتيي وداني فرقت لهم ستريس. كانوا غاديين جايين وسط ديورهم وكان غادي يقتلهم في التفكير بداك الكنز اللي خلاو مراحت. تيري غادي يسول صاحبو غادي يقول ليه واش صافي كاع المجهود اللي درناه غادي يمشي هباء منثورا. قال لي صاحبو بانه ما خصهم ماكينه اخرى، ماكينه تكون ثقيله ويقدروا يستعملوها باش انهم يحفروا داك الحيط اللي بقى. مشاو لواحد السوق قديم اللي كيبيعوا فيه الالات ديال الحفير لصحاب البني، وبزز باش يلقاو واحد المحلول وغادي يشريو عنده واحد الماكينه سميتها هيدروليك
راه كانت الماكينة اللي ثقيلة بزاف، ولكن هي الحل الوحيد باش يكمّل المهمة. نهار السبت 4 أبريل، تيري، داني، باسيل بلا الزعيم ديالهم قرروا يرجعوا باش يكمّلوا المهمة اللي بداو. دخلوا من نفس الباب، هبطوا من نفس البلاصة. كان واحد الإحساس ديال الملل مخلوط مع شوية ديال الستريس بأنهم أخيرًا وقفوا قدام الحيط. الحيط اللي كان هو النهاية للمهمة الأولى ولا بداية ديال المهمة الثانية. جبدوا الوحش جديد اللي جابوه، قادوه مع الحفرة وبداو. تيري كان خدام كيدور في الماكينة، ولكن الحديد كان قاصح بزاف. واحد شوية الحديد بدا كيتشقق. بقى ديري خدام 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 شوية ويتسمع واحد الصوت مجهد. هاد الصوت هو أخيرا دارو ثقبة في الحيط. هاد الحفرة هادي اللي يقدر يدوز منها واحد رقيق منهم. الفرحة كانت هستيرية، كانوا فرحانين وكيغوتوا وكيضحكوا، وكانوا مليوحين في الأرض وفرحانين بهذا الإنجاز اللي داروه. داني جونز اللي هو أرق واحد فيهم هز واحد البيل وبقى غادي مع ديك الحفرة الضيقة، وملي غادي يوصل للجهة الأخرى غادي يوصل لواحد الكنز اللي كيحلموا به جميع العصابات ديال السرقات في العالم كامل. داني جونز غادي يلقى راسو وسط قاعة اللي كانت عامرة بالصنادق. الصنادق كانوا كلهم مرقمين وعامرين بالألماس والذهب والفلوس كاش. داني ما كانش عنده الوقت باش انه يختار، كان فقط كيجبد الكفر وكيهرس. ما كانش كيهرس غير القفوله بوحدهم، وانما كيجر مع الكفر كامل وكيحطو في الارض وكيبدا يهرس فيه. الذهب والخواتم والالماس هادشي كامل بدا كيتشتت في الارض. داني كان فرحان وبدا كيعوم في داك الالماس والذهب، وما كانش عارف بان كاينه واحد الكاميرا صغيره وسط تما كانت كتسجل هاد الشي كامل. ركزوا على 73 صندوق من بين 999. ما كانش عندهم الوقت وبداو كيجمعوا داك الشي كامل في الشكاير ديالهم. عمروا الشكاير ديالهم مزيان والسطوله وداك الشي كامل اللي جابوا معاهم عمروه بالالماس. كلشي داك الشي تخلط، الالماس مع الذهب مع الفلوس كاش مع الباوند الاورو، كلشي داك الشي تخلط في السكان. كانوا عيانين بزاف. داني غادي يخرج من الحفره، شافوا في بعضياتهم الشوفه ديال الانتصار وهما يخرجوا. الفرقة خرجت في الساعات الأولى من نهار الحد من الشكاير ديالهم اللي كانوا عامرين. جمعوا داك الشي كامل وحطوه في واحد الترونزيت وركبوا هما في واحد الطوموبيل اللي كانت مسجلة بسميت كيني. العملية كانت كتبان ناجحة بلا زعيم، ولكن نساو يمسحوا البصمات ديالهم في بعض البلايص، زائد أنهم نساو واحد شوية ديال الماتيريال في الحفرة. ملي خرجوا كانوا الشوارع باقي خاويين، وهنا تاقوا في راسهم لحد ما كاين بوليس أو ناس إذا العملية نجحات. ما كانوش عارفين بأن هاد الهدوء غادي يلعب ضدهم. المدينة كانت ناعسة والسرقة ما غتكتشف حتى نهار الثلاث. هاديك يومين كانت كافية باش أنها تخلي الشرافة ديالنا يثيقوا في راسهم بزاف وتسموا بأنه داروا العملية نجحات تماما. وهنا غادي يدخلوا في مرحلة الثقة الزايدة. السرقة وقعت نهار السبت، ولكن ما تكتشفات حتى نهار الثلاث. الموظف المسؤول جا كأي يوم عادي باش أنه يقوم بالخدمة ديالو. فاش غادي يدخل غيتفاجأ بواحد الحفرة. أنا ما فهم والو في الأول، شوية بدا كيطل هو يلقى ديك الفوضى كلها اللي كاينة وسط القاعة. وهنا عرف بأن شي حاجة خايبة وقعت، وغيطلق الإنذار والبوليس البريطاني غادي يحضر في البلاصة. الفريق ديال التحقيق الجنائي حتى هو غادي يوصل في البلاصة وغادي يبداو التحقيقات ديالهم. شافوا الحفرة وقالوا بأن هاد الحفرة ما غتكون إلا ديال شي وحدين اللي محترفين في الدومين، هادو ماشي مبتدئين. قالوا بأن هادو ما يكونوش فرقة ديال الشباب اللي صحاح ومسلحين مزيان بالتكنولوجيا، ولكن ملي غادي يبداو يجمعوا الأدلة غتبدا واحد الكوميديا كبيرة كتبان. لقاو في البير خاتم ديال الزواج اللي كان كيرجع لواحد فيهم، زائد لقاو الكاميرا اللي كانت كتصور كلشي في الوقت اللي كانوا كيشفروا فيه. هاد الكاميرا اللي كان باسل هو اللي مسؤول باش انه يمسح هادشي. الكاميرا تصوروا كلشي الاثناء فاش كانوا كيجمعوا الشكاير ديالهم، وصورتهم حتى بالتمويه اللي داروا، اي دوك الطرابش والجيليات اللي كانوا لابسين. ولكن الدليل الكبير اللي ما خلاهمش يفلتوا هو الطوموبيل اللي كان كاين مسجلها بسميتو وجايبها اثناء السرقه. الكاميرا ديال الشارع سي تي في غادي يشدوا واحد الطوموبيل مرسيدس بيضاء كدور في دوك الزناقي من بعد ما وقعت السرقه. وملي تشيكاو البلاكا لقاو بانها مسجله في سميت كيني كوليس، العمر ديالو 75 عام.
وهنا البوليس بداو كيضحكوا، لأن كيفاش أنك جاي تقوم بواحد السرقة باش تجلل سميتك في التاريخ وباغي تشفر بالطوموبيله اللي مقيده بسميتك. البوليس غادي يعرفوا بأن العصابة كلهم شراف وفي العمر ديال الستينات والسبعينات، ولكن ما كانوش بغاو يزربوا، حيت الهدف الأول هو أنهم يجمعوا الكنز اللي تشفر. حطوا ميكروفونات في الطوموبيلات ديال كيني وتيري باش يتصنتوا عليهم يعرفوا فين هو الكنز، وفعلا صدقات الخطة. بداو العصابة كيهضروا وكيديروا التخطيطات باش أنهم كيفاش يديروا يقسموا داك الكنز اللي شفروا. والتسجيلات اللي غادي ياخذوها البوليس كانت فعلا كتضحك. تيري كان كيقول لصحابو بأن هذه أكبر عملية في التاريخ، وأخيرا غادي نبصمو سميتنا في عالم السرقات. كيني قال لي بأن عندك الصح، ولكن المشكل هو فين غادي نخبيو هذا الشيء كامل باش ما يعيق بينا حتى شي واحد. غادي يقول ليه تيري بأنهم غادي يجمعوا على الغنيمة كلها في واحد الصندوق الكبير حتى من بعد يقسموه. وبداو كيتناقشوا على ثمن كل حاجة، لأن كاينين ساعات ديال رولكس، كاينين سبائك ديال الذهب، خواتم، سناسل، كان كلشي مخلط زائد الفلوس. وفي وقت هادشي كامل داني كان مهووس بحاجة وحدة اللي هي الجريدة اللي كانت كتكتب عليهم وكيقول لهم بأن حنا واعرين وحققنا هذا الإنجاز. وبطبيعة الحال هذا الحديث والتباهي ديالهم كامل كان كيسجلوه البوليس، وغادي يعطيهم كاع التفاصيل اللي محتاجين باش أنه يبداو عملية المداهمة. البوليس غادي يقرروا انهم يقتحموا الديور ديالهم كلهم في وقت واحد. نهار 19 ماي 2015 البوليس غادي يوقف على الديور ديالهم كاملين دقه واحده. برايان الزعيم اللي ما كملش معهم العمليه غادي يوقفوا عليه البوليس، هو ضرب البيجامه ديالو، يلا صافي الدواء مريح. داني وتيري وكيني كلهم غيتشدوا بنفس الطريقه، كلهم مريحين في الديور ديالهم وفرحانين بالعمليه. غادي يشدوهم وكل واحد فيهم غادي يشدو معاه بزاف ديال الكاش زي الذهب والألماس والخواتم والسناسل، وكل واحد فين كان مخبي الغنيمة ديالو. كاين اللي مخبيهم في البلاكارات، كاين اللي مخبيهم في السطولا، كاين اللي تحت السداري. المهم كل واحد وفين كان كيحاول انهم يخبي الغنيمة ديالو. القاضي غادي يحكم عليهم بأحكام طويلة وقال لهم بأنكم شوهتونا وشوهتوا راسكم في هذا العمر وباقي كديروا هادشي. تيري مات في الحبس، برايان غادي يخرج من موراه وهو مريض وحتى هو غادي يموت. ولكن بقى واحد اللغز اللي هو باسيل. باسيل غادي يغبر ليه الأثر لمدة 3 سنين مورا العملية. المخابرات عياو ما يقلبوا عليه وما غادي يلقاوه حتى ل 2018. ولكن الأهم من هادشي كامل هو أن النص من المسروقات اللي كتعادل تقريبا 10 مليون باوند ما ليهاش أثر. واش تدفنات، واش صيفطوها لشي بلاصة أخرى، حتى شي واحد ما لقى ليها أثر. قصة الشراف هاتون غاردن كتبقى من بين أغرب القصص ديال السرقات في العالم. عاشوا حياتهم كاملة في الصفا وفي الحباسات، ولكن مع ذلك قرروا أنهم يديروا الضربة الأخرى في حياتهم، وبسبب الطمع والهوسة ديالهم بالفلوس قرروا يديروا هاد الضربة هادي، ولكن ما صدقاتش ليهم، وهي اللي دمرات داكشي كامل اللي بقى ليهم في حياتهم. القصة ديالنا سالات، ما تنساوش لايك واشتراك في القناة، ونتلاقاو إن شاء الله في قصة أخرى.